السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا نفعل في الصلوات الفائتة؟ سؤال بيتكرر تقريبا كل يوم على كثير من الدعاة والمشايخ حفظهم الله. كتير من الناس ممكن يكون ترك الصلاة 5 سنين، أو اللي ترك الصلاة 10 سنين أو غير ذلك، أكثر أو أقل. المهم بيقول طب أعمل إيه في الصلوات اللي فاتت ديت؟ أقول لحضراتكم بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، العلماء لهم 3 آراء في هذه المسألة. أنا هعرض لكم الآراء ال3 ثم أذكر لكم الراجح عندي والله تعالى أعلى وأعلم. الرأي الأول أن التوبة تجب ما قبلها. يعني إيه تجب ما قبلها؟ يعني خلاص انت النهاردة هتبتدي تصلي من النهاردة، فالحمد لله اخلص النية لله وحقق شروط التوبة، تقلع عن الذنب اللي هو ترك الصلاة، تمام، وتندم على ما فات وتعزم على ألا تعود مرة أخرى إلى ترك الصلاة. وابدأ من النهاردة صلي الفرائض والرواتب والنوافل، اجتهد فيها على قد ما تقدر، تمام كده. يبقى التوبة تجب ما قبلها. لأن حتى المولى عز وجل لما ذكر الكبائر التي يرتكبها بعض الناس كما جاء في سورة الفرقان، ثم ذكر بعدها وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى وجل جلاله. يبقى الرأي الأول أن التوبة تجب ما قبلها. خلاص نبدأ من النهاردة، احنا أولاد النهاردة زي ما بيقولوا، نبدأ من النهاردة نحافظ على الصلاة، لكن بشرط نحافظ على الصلوات في وقتها. الرجل يصلي في المسجد الصلوات ال5 ويحافظ عليها في وقتها، والنساء لهم الحق ان هم يصلوا في المسجد ولكن بالضوابط الشرعية. ولكن ان لم تستطع فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في أي مسجد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي. يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة الواحدة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام بفضل الله جل وعلا. يبقى أول رأي للعلماء أن التوبة تجب ما قبلها. ابدأ من النهاردة وصلي وداوم على الصلاة وحافظ عليها، وإن شاء الله ربنا يغفر ما قد سلف. طيب الرأي الثاني إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن من ترك الصلاة لسنوات طويلة، مثلا لبعض السنوات، يعني إن هو يصلي مع الفرد فرد من اللي فات. لكن الحقيقة وده للأمانة العلمية لا أجد حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا القول أبدا، لأن الصلاة إذا خرج وقتها خرج وقتها إلى قيام الساعة. يبقى إذن اللي فاته ده مش هيصلي مع كل فرد تاني. ده الرأي الثاني، لكن لا أجد عليه أي دليل. طب والرأي الثالث والأخير، والحقيقة هذا الرأي المعتبر بالنسبة لي وهذا الذي يترجح بالنسبة لي من الأقوال ال3، ألا وهو إن حضرتك اللي فاتوا الصلاة لسنوات معينة فإنه يبدأ من الآن ويصلي. نضيف إليها بقى إن هو يجتهد على قد ما يقدر في إن هو يكثر من النوافل. إيه الدليل على كده؟ الدليل على ذلك ما رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص منها خد بالك بقى أو أقبلت من نوافل عبادتي. وفي رواية أن الله عز وجل يقول لملائكته، خد بالك بقى، إن كان هناك نقص في الفرائض يقول الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع؟ هل عبدي كان بيصلي نوافل؟ فيقولون بلى وهو أعلى وأعلم سبحانه وتعالى، فيقول أكملوا نقص الفرائض بالنوافل. الله. يبقى إذن اللي تارك الصلاة لسنوات معينة وعايز بقى يبتدي من النهارده، يبتدي من الآن. هيصلي السنن، هيصلي الفرائض ويصلي السنن الرواتب اللي هي 12 ركعة، اللي هي 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، اللي ورد فيهم حديث صحيح عند الترمذي بسند صحيح أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة، 2 قبل الصبح
واربعة قبل الظهر ادي 6 واثنين بعد الظهر ادي 8 واثنين بعد المغرب ادي 10 واثنين بعد العشاء يبقى 12. ثم بعد ذلك يجتهد في النوافل، يصلي صلاة الضحى 4 ركعات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى اللي هو الظهر 4 بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر، ما شاء الله. ويجتهد أيضا في النوافل كمان، يعني صلاة الظهر هنصلي قبلها 4 وبعدها 2، دي السنن الرواتب. طب لو زودنا كمان 2 بعد الظهر يبقى 4 بعد الظهر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، خد بالك، حرم جسده على النار. طب وهنصلي كمان ايه من النوافل؟ 4 قبل العصر، 2 و2، ورد فيهم حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لمن صلى 4 قبل العصر. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا صلى 4 قبل العصر. جميل قوي. ايه النوافل كمان؟ هنصلي 2 ركعتين قبل المغرب، دي سنة مستحبة. وايه تاني من النوافل؟ 2 ركعتين برضو قبل العشاء، برضو دي سنة مستحبة. وايه تاني كمان بقى؟ نصلي بقى قيام الليل، سنة مستحبة، ولكن كما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يبقى إذا هنكتر من النوافل. نيجي يوم القيامة يا حبايبي، نيجي يوم القيامة واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى، فوجد أن هناك نقصا من الفرائض بتاعتنا، فيقول للملائكة وهو أعلم: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيقولون: بلى يا ربي، عنده نوافل. فيقول: أكملوا نقص الفرائض بالنوافل، فيكمل أي نقص عندك في الفرائض أو أي نقص عندك في الفرائض بتلك النوافل التي نجتهد فيها. فوق ده كله بقى، واللي أجمل من كل ده، إن أنتوا لما تكتروا من النوافل هتفوزوا بأعظم منحة في الدنيا وفي الآخرة، ألا وهي بالظبط كده محبة ربنا سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. دي الفرائض بقى، تمام. طب والنوافل؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت. العبد بيكره الموت وأنا أكره مساءته. الله أكبر. فوق ده كله كمان بقى، شوف ثمرة تانية من ثمرات المحبة كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم، أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا، ويسميك باسمك ويسميك باسمك، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبك ملائكة السماء وتحبك ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، أو ثم يوضع لك القبول في الأرض. الله أكبر. شفتوا قد إيه الثمرة العظيمة لهذه النوافل؟ هتفوزوا بمحبة ربنا، وليس هناك نعمة بعد، يعني شوف قد إيه ما فيش نعمة في الكون ده كله بعد رضوان الله عز وجل ومحبتي أعظم من هذا، إن الإنسان يفوز بمحبة ربنا وبرضوان ربنا، ورضوان من الله أكبر. حتى إن المولى عز وجل كما في الصحيحين يطلع على عبادي في الجنة ويقول: يا عبادي، يعني يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ فيقول: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، شو بدي. فما فيش حاجة في الكون ده كله أعظم من أن أنت تفوز بمحبة ربنا ورضوان ربنا والنظر إلى وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة، ده في الجنة، إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة. والزيادة في الدنيا أقل من الأصل، خد بالك، والزيادة في الجنة أعظم من الأصل. الزيادة في الدنيا أنت راح تشتري حاجة من سوبر ماركت، بيقول لك: حضرتك أول مرة تنورنا يا فندم، عايز إيه؟ وأمرنا. والله عايز كيلو جبنة رومي. طيب حاضر، أدي 1000 جرام اللي هو الكيلو، وفوقيهم 50 جرام هدية زيادة. يبقى الزيادة أقل إيه؟ من الأصل. إنما في الجنة بقى للذين أحسنوا، شو بدي، أحسنوا فيما بينهم وبين الله،
ثم فيما بينهم وبين الناس. أحسنوا في العبادة، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأتوا بالإحسان اللي هو أعلى مراتب الدين، الإسلام، الإيمان، الإحسان، أعلى مراتب الدين الإحسان. يا سلام، تعبد الله كأنك تراه، كأنك، لأن طبعا مش هتشوفه إلا في الجنة. فقد إيه؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراك على الحقيقة سبحانه وتعالى. فقد إيه؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وجل جلاله. فيوم القيامة بقى للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، وزيادة اللي هي النظر إلى وجه رب الجنة. فالنظر إلى وجه الله أعظم من كل نعيم في الجنة. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح في وصف الجنة، قال: وما والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن رؤية الكريم التواب. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عن أهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى إذن ماذا نفعل في الفوائد من الصلاة؟ يبقى إذن نصلي الصلاة بقى، خلاص الحمد لله التزمنا، نبدأ بقى نحافظ على الصلوات الفريضة ال5 فرائض والرواتب ال12 ركعة، ونجتهد في النوافل، لأن يوم القيامة لو حصل نقص، وأكيد هيحصل نقص في صلواتنا، تمام، فتكمل الفرائض بالنوافل بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الرأي الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.